من أصعب درجات الغربة إنك تعيش مع ناس مش شبهك، لا تفكيرك ولا دماغك، مفيش بينكم لغة مشتركة ولا منطق مشترك. طول الوقت محتاج تبرر وتشرح، طول الوقت مستغربينك ومستغربهم، طول الوقت بتجاهد إنك تسيطر على أعصابك. الوقت الهادي هو لما تقرر تيجي على نفسك وتضغطها عشان الدنيا تعدي. انت في وادي وهم في وادي تاني خالص. الكلمة بحساب والقرارات بحساب. قاعد طول الوقت مستعد لردود الأفعال الغير متوقعة، مستنزف طاقتك، مضغوط وما بتفصلش، دوام الضغوط شايلها لوحدك. نظريا هم أقرب ناس ليك واسمهم مقرون باسمك، لكن عمليا وضمنيا ونفسيا وروحيا هم أبعد ناس عنك. غربة قاسية، لا منك مع ناس غريبة فعلا وباختياراتك تقرب أو تبعد، ولا منك مع ناس قريبة ترتاح في صحبتهم وتطمن لوجودهم وتهون عليك كلماتهم، ووجودهم سكينة وطبطبة. مش محصل حاجة، توهان ولخبطة. العلاقات ما توجدتش عشان نتعذب فيها، في قدرات وفروق فردية، وفي قرارات صعب تتاخد عشان عواقبها بتكون أسوأ. بس ده حكم قبل ما تجزم بيه محتاج إنك تتأكد هو فعلا العواقب أسوأ ولا اللي انت فيه هو اللي أسوأ. هو هروب من القرار وخوف من التغيير، ولا فعلا انت واعي ومدرك الأبعاد وشايف إن ده أهون الصعب. تحليل الوضع وأبعاده مع التوكل والتسليم ده خطوات أساسية هتدلك على الطريق وعلى حقيقة قدراتك. ربنا أوجد لنا مخارج لكل حاجة عشان ما نضيعش عمرنا وحياتنا هدر أو نموت بالبطيء. لو الخطوات دي اتعملت وقرارك كان عن تحرر من مخاوف التغيير، ولقيت إن أنسب الأوضاع استمرارك في القرار ده، فوقتها الصبر الجميل. الصبر الجميل هو مخرج مختلف نفسيا عن إنك تكمل وخلاص من غير ما تبرمج نفسك على الصبر الجميل. الصبر الجميل مش صبر وخلاص انت فيه جايب آخرك، ولا ضغط ولا قهر. الصبر بيكون جميل لأنه مقرون بالطمأنينة اللي ما توجدتش غير لما بنبرمج عقولنا إن كل حاجة هنواجهها هي جهاد وسؤال بنتسأله، والتحدي إن الإجابة هتكون من المنهج اللي ربنا حطهن لمواجهة كل الفتن والاختلافات بيننا وبين البشر. التوجه ده بيوجد الطمأنينة والسكينة، لكن مش من البشر، هتتوجد من المصدر الأساسي اللي هو ربنا، فهيهون كتير عن الوضع الحالي والشعور بالضغط المستمر. الصبر الجميل تطبيقه مش سهل، لكنها مجاهدات. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. في قرارات في حياتنا لازم تدور على مخرج، يا هجرا جميلا يا صبرا جميلا، لكن ما تسيبش نفسك كده وخلاص. بتخسر قدرتك وطاقتك وصحتك ووقتك وحياتك، وبتظلم نفسك. عايش ضعيف وموجوع ومغلوب على أمرك، بتقنع نفسك إن ده القدر وخلاص. قال تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. ربنا أرضه واسعة والمخارج ما بتخلصش، أبعد كتير من حدود حلولنا القاصرة، بس بالمجاهدة والتقوى وحسن التوكل ربنا هيبصرك بأنسب مخرج. دمتم بخير.